ايه ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان في واحد طالب مني ان انا اعمل له تجميع ب20,000 جنيه في 2026. اي نعم الطلب مجنون شويه في 2026، بس احتمال كبير ان هي تنجح عادي، يعني مش حوار. بس يعني هيبقى فيها قطع مستعمله، قطعه الى قطعتين بالظبط مستعملين في التجميع، بس مش هيأثر خالص على الاداء بتاع التجميع ولا الكلام ده كله، لان القطعه المستعمله عامه انت بتدرسها الاول، بتشوف انت هتجيبها منين، فاهمني؟ مكان موثوق ولا لا، بتقعد بقى تعمل تيستات وكده. لما نوصل للقطعه المستعمله هقولك على كذا حاجه ممكن تعملها عشان تتاكد ان هي نضيفه ويعني تستحمل، فاهم؟ فمن غير رغي كتير بقى، يلا نخش على مواصفات التجميع بتاعت النهارده بتاعتنا، ونبدا باول حاجه وهو المعالج او السي بي يو. المعالج بتاعنا او المعالج الشعبي بالنسبه لي الاي ام دي رايزن 5 5600. بالنسبه لي المعالج ده من افضل المعالجات اللي ممكن تلاقيها عامه في الحياه، يعني ثابت وجوده بقاله سنين كتير قوي. المعالج ده بيجي ب6 كورز و12 ثريد، سرعته بتبدأ من 3.2 على ما أظن وبتوصل لغاية 4.4. بيستهلك بس 65 واط، وده بالنسبة للبار سبلاي اللي احنا هنجيبه كويس جدا. المعالج ده بيشغل الألعاب الحديثة بدون تهنيج، مناسب جدا للكارت اللي احنا جايبينه. أفضل اختيار اقتصادي للجيمنج حرفيا، لأن سعره مش هيعدي ال150 دولار، فاهمني؟ فالموضوع حلو قوي. انا طبعا مش هحط اسعار، مستحيل احط اسعار عامة، لأن الأسعار في برضه في مصر مضروبة. فأنت خش على الماركت بليس اللي أنت فيه أو الحتة اللي أنت هتشتري منها، وتسأل كذا واحد، لأنك ممكن يتخمى عليك، فاهمني؟ طبعا الفيديو اللي انا نزلته بتاع اسعار الهاردوير انتوا فاهمين بقى، يعني اللي ما دخلش شافه يشوفه هيفهم ان انا بتكلم فيه. نخش في تاني قطعة معانا، هو الوحش بتاع النهارده. هو كارت الشاشة. كارت الشاشة هيبقى من جي تي اكس 1660 سوبر. طبعا الكارت ده هيبقى مستعمل معانا، طبعا مفيش منه جديد كتير، يعني على ما اظن قليل قوي اللي هتلاقيه جديد منه. هتقولي لي طب يا جو انت ليه جايب كارت مستعمل؟ تجيب اي حاجه تانية مستعمله. هقول لك ان اي حاجه تانية مستعمله هتقل 200 300 جنيه عن سعرها، يعني كانك بتقول 10 15 دولار مثلا لو انت من بره، فاهم؟ لكن كارت الشاشه يعني قلل بنسبه حلوه. يعني الكارت ده ممكن تلاقيه في حدود 150 برضه دولار ل 170، يعني مش هتلاقيه ازيد من كده. لو ازيد من كده يبقى منصوب عليك من الاخر، يعني فاهمني؟ هتقول لي بقى يا جو، طب انا الكارت ده عايز اتاكد من ان هو بقى مش مستعمل قوي ولا الكلام ده كله ولا الحوارات دي كلها، اعمل ايه؟ اقول لك حاجات بسيطه جدا ممكن تعملها. اول حاجه هتشغل برنامج فيرمورك على الكارت الشاشه ده، يعني على حسب المكان اللي انت هتروح فيه قول له عايز اشغل برنامج فيرمورك. ده البرنامج ده بيقيس اقصى درجه حراره بيوصل لها الكارت، يعني حرفيا بيفحته لمده 10 الى ربع ساعه، فاهمني؟ لو الجهاز فصل او راستر في الحالات دي الكارت ده بيبقى معيوب او في حاجه. تاني حاجه هتعملها هتروح عند اي فني صيانه عامه بيفهم في الكمبيوتر، مهندس كمبيوتر او ايا كان، تقول له انا عايزك تكشف لي على الكارت ده. هو هيعمل ايه المفروض؟ يعني اللي هو يعمله ان هو يفتح الكارت من جوه ويشوف بقى البينلز والوصلات والحاجات دي كلها، فاهمني؟ ويشوف كل حاجه فيه بقى متربطه مفتوحه قبل كده، السيرمال بيس بتاعه معمول، فاهمني؟ الكلام ده كله بيفهمه مهندس الكمبيوتر او اللي هو شغال فيهم. نرجع بقى للكارت بتاعنا. الكارت بتاعنا ده من اقوى الكروت اللي انا شفتها عامه، يعني بيشغلك اي لعبه على الترا الى هاي عادي مستريح جدا، مش هيقول لك لا. طبعا انت هتستغرب، هتقول لي ازاي ده ب20,000 جنيه؟ التجميع مش هتبقى ب20,000 جنيه صافي، يعني هتبقى ب23 22، فاهمني؟ شويه فك يعني بالنسبه لي. المهم يعني يا جماعه الكارت ده حرفيا ما تلاقيش احسن منه. حرفيا الكارت ده هيقضي معاك 3 4 سنين قدام. وانت بتقول لي عايز اشغل جي تي اي 6 هيشغلها لك، وهيبص على ميديم، مستحيل يشغلك على هاي، يعني فاهمني؟ انت لعبه لسه هتنزل اصلا. لكن ككارت عامه اي لعبه في 2025 هيشغلها لك على الترا او هاي عادي جدا، مش هيقول لك لا، ومش هيعمل بوتل نيك مع المعالج بتاعنا. خش في تالت حاجه معانا، والمذر بورد بتاعتنا هتبقى من شركه ام اس اي بي 450. المذر بورد دي يعني مش مميزه قوي، لكن في نفس الوقت هي هتكفي وتوفي معاك. فيها اماكن كتير قوي للرام، فيها في نفس الوقت بي سي اي 3 والكلام ده كله. يعني المذر بورد زي ما انتوا عارفين ان انا ما بحبش اتكلم عليها كتير، لان هي ملهاش لازمه غير انك بتحط الحاجات فيها. على الار جي بي بقى واللي انت جاي فيه ده مش هتلاقيه. المذر بورد دي انا بقول لكم شفهيا على سعرها، يعني ممكن ما تعديش ال 150 دولار، برضو ما تعديش ال 100 دولار اصلا، سوري. بس يعني ممكن تلاقي اقل من 100 دولار، 90 80 70، فاهمني؟ انا بقول لك شفويا. لكن لو جابت ال90 قول له انت نصاب حرفيا، يعني لو جابت ال90 يعني قول له انت نصاب. نخش على الحاجه بقى اللي انا مش عايز اتكلم فيها، وهي الرام. الرام بتاعتنا هتبقى 16 جيجا دي دي ار 4. المفروض علميا في مصر الرام بتاعتنا اتضافت. يعني ايه؟ يعني الرام كانت ب 800 جنيه، بقت ب 1200 1300 1400 حاجه كده، يعني على حسب الرام اللي انت هتجيبها.
فانا مش هرشح لك شركه معينه. حرفيا انت هتجيب يا اما 8 جيجا بايت يا اما 16 جيجا بايت على حسب اللي انت عايزه. انا مش هقول لك على شركه بقى لان هي كلها زي بعض. كل شركات الرام الدي دي ار 4 كلهم اخرهم 3200 ميجا هرتز، كلهم حرفيا زي بعض، ما فيش اي اختلاف، ولا هتلاقي سرعه زياده ولا اي حاجه. وشرحت لكم قبل كده الرام فايدتها ايه في الجهاز، هي بس يعتبر عباره عن ايه، عباره عن ركن كده بيخزن حاجات كده مش مهمه بالنسبه لك، لكن بالنسبه للجهاز بتاعك هي مهمه بس. ده حرفيا يعني، فاهم؟ مش عايز اتكلم في موضوع الرام كتير بعد اذنك. يعني هنخش بقى على حاجه معايا، والحاجه اللي قبل الاخيره تخزين. التخزين هجيب الصراحه لاول مره انا احط تخزين، احط اس اس دي. اس اس دي هيبقى من كينجستون 256. طبعا سعره مش هيبقى عالي قوي، هتلاقيه ب 700 جنيه 800 جنيه، فاهمني؟ وده هتحط عليه النظام وهتحمل عليه كام لعبه، وتجيب بقى انت هارد خارجي بقى مع نفسك، لان الهاردات عامه بقت اسعارها هي كمان سبحان الله بقت عاليه يعني. لكن انا كنت بجيب الهارد الواحد تيرا كانش بيكمل معايا 30 دولار 20 دولار، فاهمني؟ حاجه كده يعني. 20 دولار على زمان مش دلوقتي يعني، لكن دلوقتي الاسعار بقت مجنونه مجنونه يعني. نخش على اخر حاجه معانا، هو الباور سبلاي. هيبقى من كولر ماستر 500 واط، مش هنحتاج اكتر من كده. الباور سبلاي واخد شهاده 18 برونز، يعني مش محتاج اكتر من كده. وقلت لكم قبل كده الباور سبلاي بقى والفرق ما بين البرونز والسيلفر. يعني شوفوا الفيديوهات اللي قبل كده عشان انتوا مزعليني، لازم تشوفوا كل حاجه. اي نعم انا قطعت فتره بس يعني ايه، ارجعوا. والكيس بتاعتنا بقى هحط لكم اسمها لانها اسمها طويل قوي، تمام؟ يعني من الاخر ايه، اي كيس عندك هاتها. من الاخر يعني اي كيس ما تعديش ال 2000 جنيه هاتها. في ناس بتستغرب ان انا ما بقولش اسامي كيس ولا الكلام ده كله دلوقتي. اقول لك عشان انت حطيتني في فئه سعريه زباله. ليه؟ الفئه السعريه دي دلوقتي بالنسبه لنا بقت الفئه الضعيفه مش المتوسطه. كانت زمان المتوسطه. يعني الفيديوهات القديمه بتاعتي ايام ما كنت بعمل فيديوهات ال 20000 جنيه 30000 جنيه، انا كنت بمجد ال 20000 جنيه دي. كنت بحط كروت فيها اقسم بالله جديده جديده لسه ما فتحتش من العلبه، فاهمني؟ لكن دلوقتي الاسعار بقت مجنونه، والله العظيم يا جماعه الاسعار بقت مجنونه، ومش عارفين بقى احنا رايحين اللي فين في مصر. يعني مش عارف في العراق والاردن والحتت دي بقى، مش عارف الصراحه وجهه النظر في الاسعار الهاردوير ايه، بس بيكتبوا لنا في التعليقات تحت. المهم يا جماعه التجميعه دي باذن الله شغال لنا 1080 بدون مشاكل، وهسيب لكم الفيديو طبعا بتاع البنش مارك دلوقتي لتجربه ازيد من 5 لعب. يلا يا عم ابسط، متنسوش بقى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس واللايك، ويلا بيس.